بيبدأ الفيلم بظهور جيميني كريكت وهو اللي بيروي قصة الفيلم، وبيظهر كريكت بشكله الصغير في بداية القصة، وبيدخل على قرية صغيرة وبيوصل عند مستر جيبيتو وهو نحات قطع خشبية، وبيصنع عرايس لعبة من الخشب وساعات، وبيدخل بيته بيلاقيه مليان ساعات عجيبة بأشكال متنوعة، وبيلاقي جيبيتو العجوز ماسك دمية خشب صغيرة وبيصلح فيها، وبيتكلم مع الدمية الصامتة، وبيمسك الحبال بتاعتها وبيحركها، وبيدخل عليه صديقه ريزي اللي بيطلب منه انه يشتري منه ساعة من الساعات اللي عنده، لكن جيبيتو بيرفض وبيقوله انها مش للبيع وبيسيبه ويمشي. وبيرجع جيبيتو يتكلم مع الدمية الخشب وبيسميها بينوكيو، وبيتمنى لو كانت بتتكلم حقيقي، وبيمسكها وبيرقص معاها وبيحركها بإيديه، وبتبدأ الساعات تدق كلها بصوت عالي، وبيجي وقت النوم وبيركن جيبيتو الدمية بينوكيو على الرف، وبيتمنى أمنية في مخه ومش بيقول عليها لحد وبينام. وفي وسط الليل بتدخل نجمة الأمنيات بشعاع كبير جوه البيت، وبيوصل الشعاع لبينوكيو اللي بيبدأ يتحرك زي البني آدمين تمام، وبيقابل كريكت، وبتدخل عليهم جنية الأمنيات الزرقاء، وبتعلم بينوكيو الكلام، وبتقوله إن اللي صنعه هو جيبيتو النحات، وبيطلب منها إنه يكون صبي حقيقي، وبتقوله إنه يقدر يكون ولد حقيقي لو قدر يكون صادق ومش أناني ويعرف يختار ما بين الصواب والخطأ. وبتعين الجنية كريكت عشان يكون مرشد بينوكيو ويساعده في اختيار الصح من الغلط، وبتسيبهم وتمشي. وبيصحى جيبيتو من النوم وبيدور على مصدر الصوت اللي صحاه، وبيتخض جدا لما بيشوف بينوكيو بيتكلم، وبيكلمه بينوكيو وبيقوله إن الجنية الزرقاء حققت ليه الأمنية بتاعته، لكن جيبيتو بيقوله إنه تمنى طفل حقيقي مش لعبة خشب، وبينوكيو بيقوله إنه ممكن يكون صبي حقيقي لو اتعلم الصدق والخير واتعلم إزاي يختار بين الصح والغلط. وبيقول جيبيتو لبينوكيو إنه هيوديه المدرسة يتعلم مع الأطفال، وبيديه أدوات المدرسة، وبيمشي بينوكيو فرحان وهو رايح للمدرسة. وبيصحى كريكت من النوم وبيتفاجئ إن بينوكيو مش معاه، وبيجري بسرعة عشان يلحق بينوكيو، وبيقابل صوفيا وبتساعده في الوصول لبينوكيو. وبيظهر القط غيديون مع الثعلب وبيشوفوا بينوكيو، وبيفكروا إنهم يخطفوه عشان يجيب ثروة كبيرة ليهم لو باعوه لمستر سترومبلي. وبيقابلوا بينوكيو وبيحاولوا ياخدوه معاهم، لكنه بيقول لهم انه عايز يروح المدرسة عشان يتعلم زي ما باباه جيبيتو قاله عشان يكون ولد حقيقي، لكنهم بيخدعوه وبيقولوا له انه لو جه معاهم هيكون مشهور والناس كلها هتعرفه، وده ممكن يخلي ابوه يكون فخور بيه، وبيقتنع بكلامهم عشان يكون ممثل مشهور وبيمشي معاهم. وبيوصل ليه جيميني في الوقت المناسب وبيحاول يمنعه، لكن بينوكيو بيقوله انه عايز يكون مشهور عشان باباه يفتخر بيه. واخيرا بيقنعه جيميني انه يروح وبيوافق وبيروح المدرسة، لكن جيميني بيتفاجئ انهم طردوا بينوكيو عشان هو مش طفل حقيقي، وبيزعل بينوكيو جدا وبيحاول جيميني يوصل ليه، لكن الثعلب الشرير بيحبس جيميني وبيروحوا لبينوكيو وبيقنعوه انه يجي معاهم لان المدرسة رفضته، وبيوافق يروح معاهم عند صاحب مسرح مشهور اسمه سترومبلي. بيعدي الوقت وبيقلق جيبيتو على بينوكيو لأنه مرجعش، وبيخرج يدور عليه، وبيبدأ سترومبلي يقدم بينوكيو على المسرح، وبتظهر فابينا وهي بتلبس بينوكيو اللبس بتاعه، وبتقوله إن سترومبلي إنسان جشع وشرير وعايز بينوكيو يفضل معاه على طول عشان مصلحته. وبيبدأ العرض وبيقع بينوكيو على المسرح، لكنه بيقوم تاني ويكمل رقص وغنى، وبيتفاجئ الناس إنه دمية حقيقية بتتحرك من غير خيوط، وبيكسب سترومبلي فلوس كتير بسبب بينوكيو. وبالليل بيسيب بينوكيو في بيت صغير مع فابينا المساعدة بتاعت سترومبلي، وبتحرك فابينا الدمية الخشب بتاعتها وبتعلم بينوكيو الرقص،
لكن بيوصل سترومبل الشرير وبيحبس بينوكيو في القفص الحديد، وبيصرخ بينوكيو عشان حد ينقذه، لكن سترومبل بيقوله إنه هيبقى بتاعه طول العمر. وبيدور جيبيتو على بينوكيو في كل مكان لكنه مش بيلاقيه، وبتحاول فابينا إنها تطمن بينوكيو وبتبعت له الدمية بتاعتها عشان تسليه، وبتطمنه إنها هتحاول تهربه من المكان ده. لكن بيوصل سترومبل الشرير في الوقت ده وبيقفل فتحة الشباك اللي بتنزل منها دمية فابينا، وبيعدي موكب بينوكيو على جيميني، وبينجح جيميني إنه يخرج من الإزازة وبيوصل لبينوكيو وبيحاول يخرجه لكنه بيفشل. وبينوكيو بيكذب عليه وبيقوله إنه كان عايز يروح المدرسة وما كانش عايز يكون مشهور، وكل ما بينوكيو بيكذب مناخيره كانت بتطول. وبيوصل بينوكيو للمفتاح بمناخيره الطويلة وبيعتذر لجيميني عن اللي عمله، وكل ما كان بيعتذر كانت مناخيره بتصغر وبترجع لطبيعتها تاني. وبيخرج من القفص الحديد وبيجري بره الشارع اللي ممكن يعملوا فيها أي حاجة وحشة بدون ما حد يحاسبهم. وبيوافق بينوكيو وبيروح معاهم وبيفرح بالألعاب الموجودة هناك، وبيلعب مع الأطفال الأشرار اللي بيشربوه بيرة وبياكلوا ويشربوا براحتهم، وبيدخلوا يسرقوا من المحلات وبيخربوا المدرسة والفصول بتاعتها، وبيعملوا كل الحاجات الوحشة وكل الممنوعات. وبتوصل العصفورة صوفيا وبتعرف جيبيتو إنه بينوكيو في جزيرة المتعة، وبيغضب جدا. وبيحاول جيميني إنه يوصل لبينوكيو لكنه بيقع في حفرة، وبيوصل عند أشباح بيسيطروا على مجموعة من الحيوانات الأليفة وبيحبسوها هناك عشان تتباع ويكسبوا منها فلوس كتير. والحيوانات دي هي عبارة عن الأطفال الأشرار اللي ما كانوش بيسمعوا الكلام وتحولوا لحمير. وبيبدأ لامبي الصديق الشرير لبينوكيو يتحول لحمار، تحول يظهر عليه، وبيتفاجئ لامبي إنه تحول لحمار وبيطلب من بينوكيو إنه يساعده. لكن أعراض التحول بتبدأ تظهر على بينوكيو وبيطلع له ديل وودان. وبيوصل جيميني وبيتفاجئ إن بينوكيو بيتحول لحمار، وبيدخل كوتشان الشرير وبيطارد جيميني وبينوكيو عشان يمسكهم، لكنهم بيهربوا منه وبيقعوا في البحر. وتاني يوم بيوصلوا بيت جيبيتو لكنهم بيتفاجئوا إنه ساب البيت وباع كل الساعات بتاعته واشترى مركب عشان ينقذ بينوكيو من جزيرة المتعة. وهنا بيقرر بينوكيو إنه يرجع تاني لجزيرة المتعة عشان ينقذ باباه. وفي الطريق بتظهر عربية سترومبل الشرير وبينوكيو بيستخبى منه، وبتقابله فابينا بالدمية بتاعتها وبتعرفه إن سترومبل اتسجن والشرطة قبضت عليه عشان اكتشفوا إنه حرامي، وبتقوله إنه يجي معاها عشان يكونوا فريق ويعملوا مسرح جديد، لكنه بيقول لها إنه لازم ينقذ باباه ويقابله. وهنا بتبدأ ودانه ترجع لطبيعتها لأنه اختار يعمل حاجة صح، وبيختفي ديله. وبتودعه فابينا وبتقول لها إنها هتقابله في يوم من الأيام. وبتبدأ العصفورة صوفيا تساعدهم في الوصول لجيبيتو، وبيشوفوا المركب بتاع جيبيتو في البحر، وجيبيتو بيقول له إنه سامحه على كل أخطائه. لكن فجأة بيظهر حوت عملاق وبيبلع جيبيتو والمركب وبينوكيو، وجوه بطن الحوت بيقابل بينوكيو جيبيتو وبيتجمعوا كلهم مع بعض. وبيبدأ بينوكيو يفكر في فكرة إنه يولع نار ودخان جوه بطن الحوت عشان يفتح الحوت بقه من الدخان ويخرج بينوكيو وباباه. وفعلا بيفتح الحوت بقه وبيحاول جيبيتو يخرج بالمركب بتاعه، وجيميني بيركب معاهم والحوت بيخرجهم من بقه، لكن المركب بتتكسر بجيبيتو وبيقع في المية. وبينجح بينوكيو إنه ينقذهم برجليه اللي بيعوم بيها بسرعة، وبيحاول يفوق باباه من الصدمة وبيعيط ودموعه بتنزل على جيبيتو. وبيقوم جيبيتو تاني وبيشكر بينوكيو إنه أنقذهم وبيقول له إنه فخور بيه جدا حتى ولو كان دمية خشب، وبيحضنه. وبيبدأوا يجهزوا نفسهم إنهم يرجعوا للبيت بعد ما أثبت بينوكيو إنه شجاع وصادق ومش أناني. وبيحكي جيميني القصة وبيقول إن في حكايات بتقول إن بينوكيو تحول لولد حقيقي، لكنه مش متأكد من كده، هو بس متأكد إن بينوكيو جواه قلب إنسان صادق وحقيقي. ما تنساش تعمل معانا اشتراك في القناة وتضغط لايك على الفيلم وتفعل جرس التنبيه عشان توصلك أحدث الأفلام. أبطال الفيلم هم توم هانكس اللي بيقوم بدور جيبيتو،
وجوزيف جوردن اللي بيقوم بدور جيميني، ولورين براكو اللي بتقوم بدور صوفيا، وبنجامين إيفان إنسوارس اللي بيقوم بدور بينوكيو. الفيلم من إنتاج 2022 وتم تصويره في الولايات المتحدة الأمريكية.